السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية معلم. هلا شباب تفضل. معلمي بتدين؟ عندك دفتر دين؟ ايه الحمد لله رب العالمين. اعطيني اياه بالله بدي اسكر لك اياه كلياته. هذا في كل الدين اللي عندك؟ ايه تمام. أصعب شيء ممكن يضيم الإنسان هو الدين وقلة الحيلة. أنا اليوم موجود بهذا المخيم اللي فيه مئات العوائل المقيمة فيه مهجرة من سنوات طويلة على هذا المخيم. كلياتهم هدول الناس الموجودين هون عم يسحبوا من عند سمان بالدين طعام وشراب، لكن هن عاجزين عن تسديد هذه الديون. إن شاء الله الآن راح نفوت عند هذا السمان نشوف هدول الديون ونحرق الدفتر ونسعد مئات العوائل الموجودة ضمن هذا المخيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. ابو النور ما هيك؟ نعم على راسي. دلوني عليك قالوا لي دفترك كبير. والله الحمد لله رب العالمين. هات لنشوف. الحمد لله. يلا تفضل مصطفى. يلا معلم، اول شيء انت عندك مالبورو اخضر؟ لا الحمد لله دخان كل ما ما بتبيع دخان خالص. العوائل يلي موجوده عندك هون ايش تسحب؟ تسحب كلياتها رز، برغل، سكر، شاي. هاي ملتزماتها كلياتها مواد كلها ملتزماتها يعني زيت، رز، سكر، سمن. هاي كل شيء موجود بالمحل بيسحبوه. يعني طعام وشراب. طعام وشراب. بزر ما بدي نواد. بدين بس في بس طعام. بس طعام. صفر. ما شاء الله. بيع الدفتر اليوم يا سيدي على بركة الله. هلا أنا بشوف أرقام كبيرة صدقا، يعني في منها مستعصية مستعصي والله. وفي 2022 في ديون. من هيك 2022. مقيد مترح من 2022 في العالم ما حياش بركب قدام خيمته بدي يغلي بروح وبرجع ما بستفيد شيء. ما رحت ما معهم. واللي ما معه من شو بدك تعمل له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح في 2022 سجل مترح. 24 11 2022. طيب ايش احوال الناس هون انت موجود معاهم؟ أحوال الناس كانت قبل الناس يعني شوي مرتاحة، بتجيهم سلة كل الشهر، يعني بيجيهم رز، بيجيهم سمن، بيجيهم برغل، بيجيهم شيء، يعني الناس مستفيدة كانت قبل. أما صفة اليوم هلا صرنا رحنا يعني 10 شهور 11 شهر لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما بيجيهم شيء خالص. اليوم مي مشترى، خبز مشترى، كله مشترى. شغل ما في عامل، يعني للعامل إنه بده يشتغل ما في. يعني 50 ليرة العامل اليوم مش بيشتغل. مش بس سوي له كيلو سكر كيلو رز. ان شاء الله اخي ابو النور احنا بهذا باذن الله راح نسكر ملفه، ان شاء الله راح نشوف اهلك راح نراجع الدفتر معك وراح نسكر الدفتر بشكل كامل ان شاء الله. الله يقويك، بس طبعا انت راح تشاركنا باذن الله. احنا ما راح ندفع لحالنا باذن الله. طبعا. للامانه يا جماعه انا جيت لعند اخونا ابو النور وليشهد الله اني اول مره بلتقي فيه، ويشهد الله اني ولا مره حكيت معه، لكن اجيت على سمعه هذا الرجل. الحمد لله رب انا العالمين. سالتهم بتجمع هذه المخيمات مين في سمان بدين وما بيضغط على الناس، فكل الناس وجهوني لعند ابو النور، خبروني ابو النور بيبين فقط الامور التموينيه اللي هي رز، برغل، زيت، سمن، سكر، شاي، الامور الاساسيات البيت. امر اخر سالت انا عن موضوع الدخان وقالوا لي انك انت ما بتبيع دخان. اسال الله انه يتقبل منك ويرزقك ان شاء الله، انه راح نسعد هذه العوائل اليوم ان شاء الله. نرسم حلمه بحرا جوا بردا حارا في خدمتهم ارضا وسماء، نعبر جزرا نقهر حربا ونضيء لعينيهم ظلما انسانيون. طبعا واحنا عم نشق الدفتر وجدت صاحب المحل ما شاء الله ابو النور. ابو النور تمام. كاتب الواقع مؤلم والحقيقة تكمن في الواقع، اعمل دنياك كأنك تعيش. الله يجزيك الف خير. الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الف خير وان شاء الله الله يتقبل منك. امين يا رب. السلام عليكم. الله يجزيكم الخير يا رب. نجتمع ان شاء الله. ان شاء الله. معلش اخذ مصير صلاة وسيم. يحملنا عطف كي نمسحه الألم.